عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب، اللهم آمين. فيديو جديد سعيد إن شاء الله، متعب وشاق طبعا. حضراتكم يا رب تكونوا فهمنا إيه الفيديو النهاردة. تعالوا كده، حصل لي كده موقف بس مش ظريف خالص طبعا في البيت، يعني دربك لي الدنيا كلها. كنت عاملة نظام النهاردة ان انا اعمل حاجة تانية، مرتبة كده ايامي كده، كل يوم اعمل فيه حاجة يعني في البيت او شغل، يعني مرتبة اموري. النهاردة لقيت حاجة حصلت لي في البيت بصراحة قلبت كل التخطيطات. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل لي، وهعالج الموضوع ده ازاي، وهعرف اعمله ولا لا. ان شاء الله سهلة وبسيطة باذن الله، مفيش حاجة تصعب علينا، احنا رجالة قوي 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 يعني. يلا بينا نشوف، تعالوا هدوركم الكاميرا واوريكم المنظر عامل ازاي. يلا بينا. شايفين حضراتكم المنظر ده؟ شايفين اهو، شايفين اللي حصل لي النهارده؟ قمت من النوم على الكارثه دي، لقيت الماسوره بتاعه الدولاب، البلاستيكيه اللي هي هنا اللي بتشيلها هنا دي تمام، اتكسرت. تمام، هنا برضو زي ما انتم شايفين كده اتكسرت. طب هعمل ايه بقى في الهدوم والمنظر اللي انتم شايفينه حضراتكم ده؟ اعمل ايه؟ فاضطريت رحت اشتريت 2 قطعة من اللي هي بتدخل فيها الماسورة. تمام، وهبدأ ان شاء الله نظبط مع بعض الموضوع ده. بس طبعا هنزل كل الهدوم دي على الارض كده. شفتوا بقى الكارثة اللي حصلت لي؟ شايفين الكارثة اللي حصلت لي يا شباب؟ حاجة يعني حضراتكم بقى، زي ما انتوا شايفين حضراتكم هنا مسامير اهي، لازم تتشال الاول كده عشان ايه؟ نخلي مكانها عشان نقدر نحط البتاع الجديد. تمام، هبدأ بقى ايه اركب برضو بمسامير اللي هي الفشر اللي هي بتتلف بالمفك كده. طبعا هفصل الكاميرا علشان حضراتكم طبعا ايه ماسكه بالتليفون بايد، فمش هعرف اربط بايد واحده، وهرجع لك تاني كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده عملتها خلاص. تمام، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ودخلت طبعا اللي هي القطعه البلاستيك دي هنا لغايه ما ربطتها، بس غيرت طبعا المكان بتاعها لان مكان المسامير القديمه خرم، فما كانتش هتنفع. تمام بقى كده بقى ظبطت الهدوم على الشماعات اهو، هبدا بقى ارصها، والحمد لله انا جت على قد كده. كنا يعني ايه مظبطين نفسنا ان احنا نعمل حاجه تانية النهارده وجت بقى ايه موضوع الشماعه ده، فيلا بقى بالمره نظبط الدولاب. هكمل بقى وارجع لك تاني عشان ما اطولش عليك الفيديو. كده خلصت يا بنات. شايفين حضراتكم عملنا بقى الدولاب اخيرا، لان طبعا ما ينفعش يبقى واقع كده، شكله مش ظريف يعني. تمام كده بقى ترتب الحمد لله بقى مظبوط اهو، انتوا شايفين حضراتكم. وطبعا رحت بقى على الضلفه اللي جنبه بالمره وعملت عليها كده ايه مرور سريع كده. شفت برضو اللي مش متظبط فيها ظبطته كده تمام جدا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. فالنهارده كنت مرتبه ان انا اشتغل حاجه، وطلعت حاجه تانية خالص. الحمد لله ان جت على قد كده. تمام يا رب يكون الفيديو خفيف على حضراتكم. الهدف من الفيديو هنا تشجيع الناس كده ان شاء الله. اي حاجه في بيتك اعمليها، ما تعتمديش على حد ولا تستني بقى تجيبي نجار ولا الكلام ده. حاجه بسيطه زي دي سهله جدا انت حضرتك تعمليها بسهوله. تمام، وحاولي في بيتك يكون عندك يعني ايه الناس بتسميها عده يعني ايه، يعني شاكوش، بنسة، مفك. الحاجات دي طبعا بتنفع جدا في البيوت يعني، وطبعا احنا كلنا بنستعملها في اي وقت ممكن تستعمليها. يا رب يكون الفيديو خفيف وظريف على حضراتكم. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، فعل الجرس، وتعملي شير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد منه. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.